السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل. طلبت مني كتير جدا في الكومنتات رغم انها موجودة على اليوتيوب وعلى كل المواقع، لكن برضو طلبت من قناتي المكرونة بالبشاميل. انا ما كنتش هعملها فعلا، بس علشان اتطلبت كتير قوي فانا خلاص قررت اعمل لكم النهارده فيديو المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله وبسيطه. لو اي حد عاوز يتعلم طريقتها سهله وبسيطه جدا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. واول حاجه عندي جبت مقدار مثلا من البصل على حسب الكميه اللي انا هعملها، سواء صينيه او صينيتين او كده. هجيب مثلا 5 بصلات كبار. انا بحب احط بصل كتير خاصه في الحاجات اللي ببقى معصجه فيها لحمه او فراخ، ببقى مكتره البصل عشان بيدي طعم لذيذ قوي قوي للوصفه. بعد كده اول ما نزلت بالبصل على السمنه البلدي معلقه كبيره حلوه كده، ونزلت بالبصل يا دوب دبلته شويه، ورحت نازله باللحمه المفرومه بتاعتي حوالي نص كيلو او اقل من اللحمه المفرومه. طبعا انا بفرمها في البيت واديها تشويحه حلوه كده مع البصل. وبعد كده بنزل بالفلفل الالوان. اول ما اديها تشويحه كده واحس ان هي يعني ما فيها طبعا السوائل بتاعتها ما نزلتش وكده، واتحمرت معايا شويه او استوت معايا شويه، هبدا انزل الفلفل الالوان. اديها برضو تشويحتين. كل حاجة مش بتاخد معايا 3-4 دقايق كده هتلاقيها استوت معاكي. احط البهارات بتاعتي اللي انا بحبها براحتك خالص. عندي 7 بهارات، عندي الكزبرة بتديها طعم لذيذ وريحة حلوة قوي، والفلفل الاسود، وكمان معلقة كبيرة من بهارات او 7 بهارات او بهارات اللحمة المفرومة، بتبقى حلوة جدا. من التكات الحلوة قوي اللي انا بعملها في المكرونة بالبشاميل وانا بعصجها كده، بعصج اللحمة بتاعتنا، بضيف معلقتين كبار من الصلصة، صلصة الطماطم، تمام، سواء اللي انا عاملاها في البيت او اللي انا بشتريها من بره، بس اخففها شوية بمعلقتين من المية. احطها اضيفها كده على عصاج اللحم سواء فراخ او لحمة، مفيش اي مشكلة، بتديني طعم خيالي يا جماعة في المكرونة. يعني العصاج كده بيبقى متماسك معاكي وانت حطها في المكرونة، حاجة كده تحفة. حطيت هنا معلقتين كبار من السمنة البلدي علشان نعمل البشاميل بتاعنا. يبقى اول تكة عاوزين نضيف بس صلصة طماطم، تمام، او طماطم معصورة. ما نكترش بس فيها علشان تبقى فيها سوائل كتير. لو عندك الطماطم بتاعتك ومسبكاها وشايلاها حطي منها معلقتين كبار على العصاج بتاع المكرونة بالبشاميل، او سواء تعملي اي حاجة فيها مكرونة فيها عصاج، تمام، حطي معلقتين الصلصة دول هيفرقوا معاكي جدا جدا في الطعم والتماسك. بعد كده عملت البشاميل سهل جدا. معلقتين كبار من السمنة البلدي، تمام، حطيت عليها نص كوباية من الدقيق العادي جدا بتاعنا، وحطيت حمرتهم كده، يعني ريحة الدقيق طلعت كده وبقت متحمصة وجميلة. نزلت عليها بنص لتر من الحليب، وكمان نص لتر من الشوربة، تمام. يعني عاوزة تضيفي هي لتر كامل من السوائل، سواء النص حليب والنص شوربة مفيش مشكلة، كله حليب مفيش اي مشكلة، تمام. في تكة بسيطة هنا عندنا في البشاميل، هنحط فصين توم مفرومين نيين عادي، تمام، مش متحمرين ولا حاجة، بيدوا طعم للبشاميل حاجة كده وهمية. مش عاوزة اقول لكم بجد فصين التوم بياخدوا المكرونة في حتة تانية خالص، تمام. بس كده خلصنا البشاميل وعصجنا اللحم حطيناهم على جنب. نبدأ في سلق المكرونة. سلق المكرونة بتاعتي انا ما بحطلهاش زيت، تمام، بحط المية والملح فقط. اول ما يغلي انزل المكرونة. طبعا المكرونة نجيبها من بره، نديها يعني ننخلها كده علشان لو في اي مثلا دقيق ولا حاجة ما يعجنش معايا المكرونة بتاعتي اللي انا سلقتها اهي. هضيف عليها البشاميل بتاعي،
تمام، علشان نحطها في الصينية. الموضوع سهل جدا وبسيط، ومش محتاج يعني ان انا اعمل حاجات صعبة او كده، لكن التكات البسيطة اللي بتطلع معاكي طعم المكرونة حلو قوي. اما انك انت عاوزاها جوسي بقى وتبقى طرية وحلوة، دي ترجع للتسوية. طبعا زي ما انتوا شايفين الصاج، لا، الطاجن بتاعي دهنته او رشيت فيه رشة من الزيت او دهنة من السمنة، وحطيت من تحت رشة كده من الفيجيتار الحار. بيديها طعم لذيذ جدا جدا يا جماعة. عايزة تحطي بقسماط، مش عاوزة تحطي خالص، مفيش اي مشكلة، بس انا متعودة احط فيجيتار حار في الصينية من تحت. زي ما انتوا شايفين فردت طبقة واحدة بس من المكرونة، يعني مكروناية جنب واحدة، كل واحدة جنب واحدة. مش بحب احط طبقات كتيرة من المكرونة، ودي برضو حاجة ترجع لك براحتك خالص، بس انا بحس انها تديها طعم لذيذ قوي لما تحطي كمية المكرونة تكون قليلة، ما تكونش كبيرة وضخمة وكبيرة قوي كده، لا، على قد كمية برضو اللحمة بتاعتي. انا بحب احط مكروناية جنب مكروناية، تمام، ومن تحت ومن فوق. بس كده احط بعد ما فردنا طبقة من المكرونة، حطينا اللحمة بتاعتنا المفرومة فوقيها كده وفردناها، وبعدين الطبقة التانية. بس كده الموضوع سهل. طبعا غرقي بشاميل على حسب ما انت عاوز. شايفين في مكرونة زيادة من فوق، انا شلتها، مش عاوزة مكرونة زيادة، انا عاوزة واحدة تبقى جنب واحدة. وجربي كده برضو وقولوا لي ايه رأيكم في اننا ما نكترش طبقة المكرونة تكون عالية لفوق، ودي براحتك برضو ترجع لك يعني جدا. من فوق بقى احنا مش بنحب نحط بصراحة جبن وحاجات من دي، هي نفس الرشة اللي انا حطيتها من تحت، هرش رش كده من الفيجيتار الحار وعليها رشة من الزيت وبس. هدخلها الفرن وهتطلع ما شاء الله، ما اقولكيش كده هتاخد معانا من تلت ساعة لنص ساعة، لان كل مكوناتنا مستوية، سهلة وبسيطة قوي، اي حد يقدر يعملها، وطالعة بسم الله ما شاء الله حاجة كده تحفة. بصراحة احنا ما بنحبش نحط جبن من فوق، براحتك جدا. انا عملتها لك اهي بطريقة اقتصادية جدا وسهلة وبسيطة، فانتوا جربوها وقولوا لي ايه. وفي بعض التكات الصغيرة اللي احنا زودناها في المكرونة، وطلعت المكرونة طعمها لذيذ قوي. قولوا لي المكرونة لذيذة ولا لا؟ يا ريت بقى تشيروا الوصفة لكل حبايبكم واصحابكم علشان يجربوا طريقة المكرونة بتاعتي، تمام. وكمان ما تنسوش اللايك الجميل من ايدكم الحلوة، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل، علشان اول ما انزل اي وصفة يوصلك مني اشعار اني نزلت وصفة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير، والسلام عليكم.